أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. بعدما نعرف صور أتاتورك وإلغاء السوبر التركي، فنانين أتراك يهاجمون السعودية والعرب بشكل عام. الممثلة بورجو بيريجيك نشرت صورة لأتاتورك مكتوب عليها الموضوع غير قابل للنقاش، وعلقت عليها موجهة كلامها للشعب السعودي كاتبة: من أنتم يا؟ أما المخرجة الشهيرة هلال سارال نشرت صور كثيرة لزعيمها أتاتورك، وكتبت أيضا بالعربي على صورة أتاتورك: كونوا قربان لأتاتورك. ونشرت صورة أخرى لرجل بزي سعودي تركله قدم فريق فنربهتشا وغلطة سراي التركية، وعلقت عليها: يلا. أما كرم بورسن نشر صورة لأتاتورك مكتوب عليها: السلام في الوطن، السلام في العالم. أما الممثل أركان كولتشاك علق كاتبا: ما يجعلك شخص عظيم ليس الكأس الذي تأخذه، بل الحب الذي ينتقل من جيل إلى جيل، وهذا النوع من الحب لا أحد لديه المال الكافي لشرائه. أما بوراك أوشفيت نشر هذه الصورة وعلق كاتبا: كان هذا أجمل ديربي شاهدته، فداك قلوبنا. أما دافنا ساملي كتبت: إن عدم احترام أتاتورك عدم احترام لأمتنا بأكملها. أقبل بكل فخر القرار الذي اتخذه نادينا العظيم بعدم اللعب في المباراة. ثم ما علاقة كأس السوبر بالسعودية؟ ألا يبدو أنها تتجاهل قيمنا الوطنية المقدسة؟ المغني بركاي شاهين يصرح: العرب يسببون ضرر دائما، والآن يجب التحقيق هل هناك مسؤول عن هذا، ويجب أن يكون هذا مشكلة للعرب، وقد تسبب هؤلاء ضرر مدى التاريخ. إذا كنتم يا أصدقائي تريدون معرفة تفاصيل هذه المشكلة بالكامل، اضغطوا على هذا الفيديو الظاهر أمامكم والذي شرحت فيه القصة الكاملة. ما رأيكم بتعليقات الفنانين هذه؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.